انت تطرقت لها هي غلاء اسعار، خصوصا ان هذه الايام ديالنا الدرهم ولات البصله اغلى منه، راه صعيب. والدرهم حنا معولين اللي باش يقوى ويكون صحيح، وهذا كيبين لك ان الاقتصاد ديالنا ضعيف. عندنا دابا الا خديتي مثلا 10 دراهم كتشري لك 5 البصلات، يعني 2 دراهم البصله، يعني البصله ولات اكثر من درهم بزاف. خايبه بحال الكويجات غادي نهضروا عليهم لانهم مهمين. مهم القضيه ديال الغلاء، قضيه ديال المشاكل والغلاء، ماشي الناس المساكين اللي ما عندهمش. كاين دابا انا كنمشي عند الجزار قسما بالله الا كيبقى فيه كيقول لي ما تاخذش اكثر من كيلو سعيد راه بزاف. كنقول لا عطيني الحمد لله انا عندي شويه الفلوس. فما بالك ناس اخرين اللي ما عندهمش. يعني وليتي الخضار الخضار ولا كيحس براسو بحال الا هو اللي زايد في الاسعار، رغم انه هو مسكين ما عليه والو. الخضار حتى هو كيمشي للسوق تيشري بالغلا. فهذه مسائل تتخلعنا تتخوف الطبقه الكادحه، الطبقه اللي ما، خصوصا ان الاجور بقات ما تحركاتش. الظروف المعاشيه راكم تشوفوها، الكرا غالي، كل شيء غالي، يعني ليسانس غلا، المازوت غلا، كل شيء غلا. فيعني رحموا شويه المسؤولين والحكومه سعيد. انا تنقول لهم على الاقل وهذا هو اللي كنتكلم عليه في الفيلم ديالي ديال نيضه، على الاقل يكون حوار يشرحوا للناس اشنو واقع. فالمغربي خصو يعرف واحد القضيه، ان المواطن المغربي هو مواطن متسامح، ومواطن اللي تيحب بلاده وتيحب مالكه وتيحب بلاده ومستعد يضحي بالغالي والنافس، لكن غير يعرف، غير يفهم. هذا هو المشكل، ان الحكومه ديالنا والمسؤولين ديالنا، سواء المسؤولين في اي اداره، ما كيكونش حوار، كيسد البيرو ديالو وضرب راسك انت مع الحيط. وهذا هو المساله اللي خصها ما تكونش. بحال دابا هاد الاطفال ديال الشارع، حنا كندقوا على بعض البيبان تنقول لهم اجيو عيشوا معنا هذا المشكل اللي تنعيشوا. سد باب ودبر راسك، راه هو معاك، تيقول لك الا كان شي تصاور يتصور معاك، ولكن الا كان شي حاجه باش يخدم ما كايناش. هذه اشياء اللي